إيه أصعب الحالات اللي جات لك؟ لا، هو اصعب الحالات لما يبقى مثلا احد الازواج نرجسي وشايف وجهة نظره هي الصح ومش عايز يعدل وعايز يجبر الطرف التاني ان هو يفضل ماشي على نفس الطريقة. الشخصية النرجسية شخصية صعبة صعبة التعامل، صعبة جدا. وهل هي ممكن تتعالج؟ يعني علاجها بيبقى ضئيل جدا، بس لو الطرف حب ان هو يتغير انا بنور له، بقول له انت عندك كذا، ما ينفعش ان انت تبقى صاحب القرار لوحدك، ما ينفعش تهمش شخصية الانسان اللي عايش معاك. في ناس بتأذي بالكلام، في ناس بتنقد بطريقة لاذعة. انا بشوف ان كل شريك حياة لازم كل واحد يرفع من طاقة وقوة الانسان اللي موجود معاه. اعتبر شريك حياتك ده حتة منك، اعتبره ان هو قريب منك، اسعده، فرحه، وهو لازم المفروض يعمل معاك كده، لان شايف ان العطاء متبادل. صحيح، هتعود عليه هتعود العطاء عليه. متبادل. احنا ابتدينا رحلة مع بعض، رحلة طويلة. ابتديناها وممكن يكون كانت ظروفنا المادية او النفسية مش ألطف حاجة. هو ما ينفعش ان انت بعد ما تمشي في الرحلة وربنا يكرمك وماديا تقف على رجلك، هو ما ينفعش ان انت يعني تتنازل عن الطرف اللي آمن بيك واللي وقف معاك واللي دعمك واللي سندك، او تبيعه او تتنازل عنه بسهولة. انا بشوف ناس كتير لما بيمشوا قدام بيتغيروا.